اتفاقية المناخ في باريس، هذه الاتفاقية التي كانت مهمة جدا للبيئة العالمية، ولكنه خرج من هذه المعاهدة. هناك معاهدات أخرى أيضا كالمعاهدة التجارية خرج منها، وهذا واضح أمام العالم. على هذا الأساس بأن هذا الأمر، هذا الشخص لديه سوابق في هذا المجال. الشعبنا هنا خلال هذه الدقائق قد رأى بأن النظام الوحيد الذي دافع عن مواقف السيد ترامب هذا النظام الغاصب في فلسطين المحتلة، أو الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي اغتال علماء النوويين والذين حصلوا على درجة الشهادة. هذا النظام، هذا الكيان الذي لا يخلو أي يوم من حياته من قتل الأبرياء وخاصة الشعب الفلسطيني العظيم. من هذه اللحظة اتفاقية خطة العمل المشترك بين إيران و5 دول فقط، من هذه اللحظة 5+1 قد فقدت أحد الأعضاء. وفي هذه الظروف علينا اليوم أن ننتظر الدول الست الكبرى في العالم كيف ستعمل تجاه هذه الاتفاقية. أنا شخصيا أصدرت تعليماتي لوزارة الخارجية خلال الأسابيع القادمة أن تدخل في محادثات مع الدول الأوروبية، مع الدولتين العظمين، أقصد هنا روسيا والصين، بأن تقوم بالمشاورات وكذلك التقييمات والمحادثات الضرورية. وإذا كانت في نهاية هذه المدة الزمنية القصيرة وصلنا إلى هذه النتيجة التي مفادها بأنه بالتعاون مع هذه الدول ال5 نستطيع أن كل ما موجود في الاتفاقية ومن صالح الشعب الإيراني نستطيع الحصول عليه، على الرغم من عدم رغبة أمريكا والكيان الصهيوني وسعيهم وكلامهم الذي لا معنى له، وخاصة هذا الكلام الذي سمعناه من السيد ترامب، فإن هذه الاتفاقية سوف تبقى. نحن نستطيع بأن نتحرك وفقا للأمن الإقليمي والأمن العالمي وأن نتخذ خطوات عملية في هذا المجال. وأما إذا رأينا بأن مصالحنا لن تتحقق ولن تضمن، فسوف أتحدث إلى الشعب الإيراني قريبا جدا، وسوف نتخذ قرارات النظام وننقلها إلى الشعب الإيراني. أما الآن أنا أؤكد شخصيا مرة أخرى بأن شعبنا عليه أن لا يقلق على مستقبل البلاد. منذ أسابيع كثيرة ومنذ أشهر أيضا وتوصلنا إلى هذه النتيجة التي مفادها بأن ترامب ليس وفيا لما يلتزم، خاصة للمعاهدات العالمية وخاصة تعهداته أو التزامه لهذه الاتفاقية. وعلى هذا الأساس سوف اتخذنا القرارات الاقتصادية. القرار الذي تم اتخاذه بالنسبة للعملات الصعبة كان وفقا لهذا. نحن مع اتفاقية خطة عمل مشترك من دون أمريكا الآن، والشعب الإيراني سوف يرى بأن نمونا الاقتصادي سوف يستمر، وسوف يكون هناك هدوء واستقرار في الأسواق، والعملات الصعبة التي تحتاجها البلاد في الظروف سوف نؤمنها بطريقة ممتازة. وفي السلع الضرورية والأساسية والسلع التي يحتاجها الشعب لن يكون هناك أي رغبة ولا يجب أن يكون هناك أي قلق. الشعب الإيراني من هذه الليلة سوف يكون أكثر عزما، والشعب الإيراني من هذه الليلة سوف يكون أكثر اتحادا. عمل ترامب كان حربا نفسيا
وضغطا اقتصاديا. نحن لن نسمح للسيد ترامب بأن ينجح في الضغط الاقتصادي أو في الضغط السياسي، أن ينجح ضد الشعب